السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما وفي احسن حال. نصلي كده على النبي ونذكر الله ونقول لا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ربي يجعل لساني عامر بذكر الله وقلوبنا كده يا رب منوره بنور الله. نبدأ يوم جديد وفيديو جديد، يوم كله نشاط كده وحماس وطاقة إيجابية وحسن ظن في الله ان اللي جاي يكون احلى باذن الله. صلوا كده على النبي، واللي ما حطش لايك للفيديو حط لايك للفيديو، واللي لسه ما اشتركش يشترك معانا في القناه ويفعل زرار الجرس على الكل عشان يوصلوا اشعار بكل فيديو هنزله معاكم الفتره اللي جايه. هبدا يومي كده بشويه مواعين عندي في الحوض. تمام. ربنا يا رب يخلي ولادنا ويرزقهم الصحه والعافيه ويدينا الصحه والعافيه يا رب ان احنا نقدر نخدم بيوتنا وولادنا. تمام. معنى ان عندك مواعين في الحوض ما بتخلصش ان ربنا يخلي ولادك ويديهم الصحه وياكلوا ويشربوا ويبهدلوا، وانت ربنا يديك الصحه والعافيه انك تخدمي وراه. تمام كده. بالله عليكم تشاهدوا الفيديو للاخر وتحطوا لي تعليق حلو كده منكم وتحطوا لي لايك حلو علشان نشوف يومنا هنعمل فيه ايه النهارده. حبه المواعين دول هنشطبهم الاول، وبعد كده ربنا يا رب يدينا الصحة نشوف هنكمل مع بعض الفيديو بتاعنا ازاي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحسن فقرة أنا بحبها في الوقت ده هي يا بنات فقرة المواعين دي. ليه؟ لأن بكون واقفة على الحوض فدايما بستغفر ربنا سبحانه وتعالى وبدعي بكل اللي نفسي فيه إن ربنا سبحانه وتعالى يديني اللي أنا بتمناه ويرزقني برزق ولادي ويديني الصحة والعافية وما يحوجني لحد أبدا أبدا أبدا. اللهم آمين يا رب العالمين. يا رب ما تحوجنا ولا تزلنا بأي مرض يزلنا لأي بني آدم على وجه الأرض يا رب العالمين. يعطينا الصحة والجود والعافية يا رب. اللهم آمين يا رب العالمين. يبعد عنا أولاد الحرام وبنات الحرام يا رب العالمين، ويكفينا شر الناس وشر عينيهم، ويكفينا كل شر حاسد وحقد يا رب. اللهم آمين. تمام. انا ما كانش عندي بس هم حبه المواعين دول هعملهم ان شاء الله كده، واستغفر ربنا كتير عشان ربنا سبحانه وتعالى يزيح الهم والغم عنك ويفك كربك ويرزقك فوق ما تتمني اضعاف مضاعفه يا رب. اللهم امين. انا وانتم والسامعين اجمعين. تمام كده. كده حبه المواعين ما خدوش معانا دقيقه، فربنا يعطينا الصحه يا رب ويعين كل زوج على بيته وعلى اولاده ويعين كل ست بيت على خدمة ولادها يا رب. اللهم آمين. دايما يا بنات نستغفر ربنا كتير ونذكر الله كتير، وخليكي في حالك، سيبيكي من اللي بره واللي جوه واللي داخل واللي طالع واللي بيقول واللي بعيد، لأن دي دوامة مش هنخلص منها. تمام كده. خليكي في بيتك. شوفي عندك ضلفة دولاب عايزة تتروج اعمليها، شوفي ضلفة مطبخ عايزة تتظبط ظبطيها. الشتاء دخل علينا وكل واحد لازم يخلي بيته من ولاده ومن بيته، والشغل اللي حداكي كتير، انما هتقعدي كده تشوفي مين اللي راح ومين اللي جه ومين اللي جاي ومين اللي عارف، مش هتخلص. احنا في زمن ما يعلم بالله ربنا. تمام كده. شطب انا شويه المواعين بس عشان صوت الميه معانا. بسم الله. خلصنا كده شويه المواعين، نشرب بس الحوض بتاعنا كده علشان ايه الميه اللي فيه ما تبوظش عند الرخامه اهوت، وكده نكون خلصنا مقطع المواعين. تعالوا نكمل الفيديو بتاعنا كده يا بنات. مواعيننا وشطبنا حوضنا، تعالوا كده بقى ايه نشوف معانا هنعمل ايه في بقيه الفيديو بتاعنا. بالله عليكي حطي لي لايك واشتركي لو لسه ما اشتركتيش، واكتبي لي تعليق منكم. اللهم صل على سيدنا محمد. صباح القشطه واللبن الحليب. معايا هنا لبن كنت غلياه للولاد، شربوا اللي شربوه منه والباقي لسه. تمام. حوالي نص كيلو او زياده شويه. تمام. ده اللي لسه باقي معايا. ومعايا هنا ايه كوبايه رز مصري اهيت، كوبايه الرز من الرز العادي بتاعنا اهوت. همسكها اغسلها غسله حلوه وانقعه حوالي نص ساعه كده او اقل كمان على حسب يعني. هغسله غسله حلوه وهنقعه علشان هنعمل شويه رز بلبن كريمي كده تحفه تحفه زي بتاع المحلات واحلى. تمام. هغسل الرز وارجع لكم. بنات غسلت الرز وهسيبه حوالي ربع ساعه
او زياده شويه. هتقولي ليه يا منى؟ علشان انا عايزه الحبايه بتاعتي تنفش، عايزه اللبن الرز بلبن بتاعك يكون حلو كده، والرز بتاعه يكون نزل النشا بتاعه كله، يبقى هتغسليه من بالليل وتخمريه في اللبن نفسه، وتديله غلوه على البوتاجاز وتطفي عليه وتسيبيه. هتصبحي الصبح تلاقي الرز كله منزل النشا بتاعه وفيه اللبن تمام، وتكملي تسويه. انا بقى بحبه زي طريقه امهاتنا زمان، زي ما كانوا بيعملوه. كانوا بيعملوه ازاي؟ كنا بنغسله زي كده، كانت امي ربنا يا رب يديها الصحه والعافيه كانت بتغسله زي كده، وتسيبه ربع ساعه او نص ساعه في الميه شويه، وبعد كده بتديله شطفه ونرجع نحطه على النار يستوي. هنتابع مع بعض الفيديو ونشوف هنعمل ايه. بالنسبه للبن اللي معانا، بسم الله هجيب بس ايه كوبايه. بسم الله. هتعملي ايه يا ماما؟ هقول لكم، بس صلوا كده على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الصلاة على النبي يا حبايبي بتزيل الهموم وبتزيل الضغط اللي عندك. هاخد بس كده نص كوباية لبن. بسم الله. اللبن بتاعي يا بنات بخيره، بسم الله ما شاء الله عليه، حاجة كده تفتح النفس. الله وكيل يعني، ربنا يا رب يبارك في صاحبة اللبن دوت، ربنا يا رب يديها العافية والصحة يا رب. أنا معايا هنا نص كوباية لبن أهيت. هقول لكم احنا هنعمل ايه بعدين بيها تمام. هنركنها كده على جنب ونسيب اللبن بتاعنا علشان نرجع نكمل مع بعض الفيديو. كده الرز معانا اتنجع حوالي تلت ساعة اهوت. شايفين الرز بقى لونه شفاف. طبعا مش هنتخلص بالمية لان احنا طبعا غاسلينه غسلة كويسة، يبقى هننزل بالرز والمية على بعض كده في الحلة. بسم الله. تعالوا بقى علشان نسوي الرز ونعمل بقى احلى شوية رز كده باللبن كده، رز كريمي كده، حاجة كده عظمة. تمام. سلت كمية الرز معانا. وهتعملي ايه تاني يا منى؟ اللهم صل على سيدنا محمد. هنكمل الرز عليه ميه، نحط له كوبايه ميه علشان الميه دي هي اللي هتسوي معانا كميه الرز. تمام. هنزل ايه تاني؟ بسم الله. معانا معلقه صغيره ملح اهيت، ما تكتريش الملح. تمام. وهنزل بسم الله الرحمن الرحيم ب3 معالق كبار سكر في ميه سلق الرز اللي هسوي فيها الرز. دي 1 2 ادي 3. عايزه تزودي السكر زودي، عايزه تقللي قللي، دي حسب راحتك انت. تديله تقليبه كده. بسم الله اهو. وهناخد الرز لحد ما يستوي معانا في الميه دي، وبعد كده هنرجع نشوف هنعمل ايه مع بعض. هاخد الرز كده بسم الله وارفعه على البوتاجاز. الرز على النار يستوي. تعالوا بقى نوريكم نص كوبايه ديت اللي احنا شلناها دي هنعمل بيها ايه. نص كوبايه اللبن دي هتعملي بيها ايه يا منى؟ انا معايا هنا بسم الله، مش هنقعد بقى جنب الرز، لا احنا هنخش عشان نشوف الغدا نعمله. معايا هنا بسم الله ما شاء الله كده، بسم الله ما شاء الله، قول الله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله. معايا نص كيلو بانيه. كان عندي صدر فرخه عامه وانا اللي قطعتها. تمام كده. قلت هعملها بانيه، بس حاسه ان التقطيعه بتاعتها عريضه شويه، مش مشكله، هحاول ان انا ارجعها شويه. وعامه البانيه لازم يكون القطع بتاعته عريضه شويه. تمام كده. معايا نص كيلو اهوت. فعشان نعمل التتبيله بتاعته انا ما عنديش زبادي تمام، وهو عايز زبادي، فمعايا شلت من اللبن نص كوبايه وهنزل عليها بسم الله معلقه من الخل. تمام كده علشان اللبن يقطع معانا ويتحول لزبادي. معلقه خل احطها كده واديها تقليبه اهيت اهو. في ثانيه بيروح مقطع بنات ومتحول لايه؟ لزبادي. هركنها كده على جنب وتعالوا مع بعض نجهز التتبيله بتاعه البانيه. بسم الله. كده مع بعض نتبل البانيه. اول حاجه عملتها في تتبيله البانيه، اسهل تتبيله ممكن تعمليها، عندك ميه بصل حطي، ما عندكيش اعملي زي حالاتي، ضربت طماطمايه وبصلايه ضرب ناعم عادي في الخلاط وننزل عليهم بسم الله اهو. لو ما عندكيش ميه البصل يعني. تمام كده. يبقى انا نزلت ببصل وطماطم. انزل بكوبايه اللي حولناها للبن رايب بسم الله اهو.
بسم الله الرحمن الرحيم. وهأنزل ببضاية. عايزة تسيبي البيض وعشان تغطسي فيه البانيه وتحطي فيه في البقسماط عادي، بس أنا بعمل كده. بسم الله. طبعا لو انت مش متأكدة من البيض بتاعك اعمليه في كوباية بره أو في طبق بره، علشان لو البيضة مش كويسة. معاكي ايه تاني يا ام منى؟ هننزل بعد كده بالبهارات. يبقى بضايه، كوبايه زبادي، بصل وطماطم، او لو عندك صلصه حطي عادي، يعني بتغني عن الطماطم. هحط معلقه صغيره توم بودره. بسم الله. ورقه وقلم واكتبي المقادير لو لسه اول مره هتعمليه. ومعلقه صغيره بصل بودره. يبقى توم بودره، بصل بودره. بعد كده هنحط ايه؟ بابريكا. بسم الله. وادي معايا معلقة صغيرة من البابريكا. طبعا أنا المعلقة بتاعتي كبيرة فواخدة منها ربع معلقة. معاكي ايه تاني يا أم منى؟ كمون وفلفل أسمر. تمام كده، مفيش أسهل من كده. كمون، وكل حاجة معلقة صغيرة. تمام كده. وادي الفلفل الأسمر. بسم الله الرحمن الرحيم. ونقلب كل الكلام ده كله يا حبايبي مع بعض. لا، وهنحط ايه معانا تاني؟ عصرة نص ليمونة. عصرة نص ليمونة اهوت. بسم الله. يبقى معانا بصل، طماطم، معانا بضايه، معايا معلقه كوبايه زبادي، معايا من كل البهارات معلقه صغيره توم بودره، بصل بودره، بابريكا، كمون وفلفل اسمر وملح. طبعا انا ما جبتش الملح ده كده. تمام كده. ونسيبه كده في التتبيله الحلوه بتاعته دي. عايزه تسيبي البيضه عادي وتضربيها وتغطسي فيها البانيه وتحطي في البقسماط عادي، بس عامه ده حلو برضو اهوت. اهيت. ودي القطعه كده هنسيبها. اللهم صل على سيدنا محمد. اهيت. وهنعمل احلى بانيه. شايفين كده؟ نركن ده كده على جنب ونسيبه لحد ما نكمل مع بعض الرز بلبن ونشوفه وصل معانا لحد فين. صلوا كده على النبي واذكروا الله كده وحطوا لي لايك حلو للفيديو. وهنسيب الكلام ده كله حوالي نص ساعة أو ساعة أو ساعتين. وقت ما تقومي من النوم بتاعك اعمليها وحطها في التلاجة. بس أنا عشان الوقت عندي متأخر شوية فأنا هسيبها حوالي نص ساعة أو ساعة على حسب ما هتاخد. ونرجع نكمل مع بعض عشان نحمره. بس نكمل مع بعض الرز بلبن اللي عملناه. وقولوا لي كده ايه رأيكم في الفيديو النهارده. بالله عليكم ما تنسوش لايك للفيديو واشتراك لو لسه ما اشتركتيش. وشاهدوا الفيديو لحد الآخر. شاهدوه وشاركوه مع حبايبكم واصحابكم وكل جيرانكم. تعالوا مع بعض نشوف الرز بلبن كده ونكمله مع بعض. هنا كده الرز بلبن استوى معانا اهوت. اهو كده. معانا ايه بعد كده يا منى؟ معايا هنا معلقتين من النشا علشان يديكي طعم اللي هو الكريمي، ومعانا فانيليا سايله، ومعانا اللبن. اول حاجه هعملها عليه هانزل باللبن اللي معانا. بسم الله. ماشي. نزلت كده بكمية اللبن اللي معايا ونديله تقليبة. بسم الله. ونسيبه يغلي غلوة. طبعا انا ما بحبهوش اللي هو ماسك كده يا حبايبي، انا بحبه يكون سايل. هانزل بمعلقتين النشا اللي معايا ربع كوباية مية علشان ادوب النشا اهو. بسم الله. ندوب كده النشا اللي معانا. طبعا نزلنا باللبن. اول ما اللبن يبدأ يغلي تاني معايا مع الرز، هو الرز استوى خالص، هياخد اول ما يبدأ يفور كده هننزل بمعلقتين النشا. وتبقى معاكي احلى شوية رز بلبن ممكن تاكلوهم في حياتك. شايفين اهو. اول ما اللبن اول ما اللبن كده يبدأ يبقبق كده زي ما انتم شايفين، هروح نازله بمعلقتين النشا اللي معايا. بسم الله. بسم الله ما شاء الله. شايفين يا بنات القوام؟ حاجه كده في منتهى الجمال. وهو مش محتاج نشا اساسا لان هو نزل النشا اللي معاه. انزل كده بنقطتين فانيليا سايله. بسم الله. اهي
على فكرة يا بنات الفانيليا السايلة دي طلعت أحسن 100 مرة من الفانيليا اللي هي البودر. بس لو عندك بودر حطي، أنا علشان عندي سايلة هحط منها. بس بصراحة أنا جربتها بسم الله ما شاء الله حاجة كده في منتهى الجمال. شايفين؟ إيه رأيكم في العظمة والجمال ده؟ حاجة كده في منتهى قمة الروعة والجمال. حاجة كده بسم الله ما شاء الله فاخر من الآخر. ينفع بقى معاكي للعشاء، ينفع تمشيه تحلية عادي خالص، وينفع اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ينفع برضو تمشيه ايه تاني يا منى؟ للفطار، حلويات. بصي المتاح عندك مشي بيتك بيه، ما تقفيش على حاجة، ما تقوليش لا أنا بدي من ده وبدي من ده وبدي لا 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 لا. الدنيا مش دايما لحد. احمد ربنا على أي نعمة موجودة حدك. النهاردة الحاجة أصلا بقت نار، تمام، فلازم نمشي بيتنا بأقل الموجود عندي. تمام كده يا حبايبي. شايفين اللبن بدأ يبقبق كده، هأنزل بمعلقتين النشا بس بسم الله اهمت. بسم الله الرحمن الرحيم. وهديله تقليبة علشان هو أول ما يبقبق تاني هروح طافية عليه علشان كده النشا بتاعي يكون استوى. شايفين يا بنات القوام؟ حاجة كده في منتهى الرقة والجمال. ايه رأيكم؟ اهو دقيقة واحدة بس علشان النشا نسوي النشا بتاعتنا اللي معانا. اهي شايفين البكبكة دي؟ كده الرز بتاعي جاهز، وهنغرفه بقى في اطباق، في سلطانيات، في اي بولات عندك المتاح فيه عندك اعمليه. تمام كده. كده انا هطفي عليه النار بعد بقى كده. بسم الله ما شاء الله نغرف بقى. شايفين القوام ده؟ حاجه كده في منتهى الجمال. بسم الله. بولات بقى اطباق عندك اي المتاح عندك حط فيه. بسم الله. ايه رايكم؟ حاجه كده روعه. ولا تقولوا لي بقى محلات، ولا تقولوا لي اي حاجه خالص. شايفين؟ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. قولوا لي كده ايه رايكم؟ شايفين القوام بتاعه؟ والله العظيم يا بنات تحفه. وريحته الفانيليا السائله دي بتودي ريحه اللبن فعلا في حته تانية خالص. ادي بقى حبايبك، ادي جيرانك، ودي لحماتك، ودي لامك، ودي لاي حد انت حابه طبق او اتنين من اللي انت عاملاه. تمام اهوت. الف هنا وشفا. كوبايه رز بنفس المج اللي في اي بيت. عملنا كميه بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب. اللهم صل على سيدنا محمد. حاجه كده عظمه، حاجه كده في منتهى الجمال. ربنا يزيد ويبارك يا رب العالمين. يا رب ديمها نعمه واحفظها من الزوال. قومي كده يا ست الكل، بدل ما تقعدي دي رايحه دي جايه دي جابت دي عملت دي سوت. قومي كده فرحي نفسك وفرحي ولادك، واهتمي بنفسك واهتمي ببيتك وبولادك. سيبيكي من اللي راح ومن اللي يجي ومن اللي ودى ومن اللي سوى ومن اللي عمل. ده كله كلام في الفاضي. قسما بالله ما هتكسبي حاجه، انت الخسرانه. قومي كده تنشطي كده وشوفي ايه اللي ناقصك في بيتك اعمليه. ولادك عايزين ايه اعمليه، فرحيهم كده باي حاجه حلوه. تمام كده. بصوا ايه رايكم؟ اللهم صل على سيدنا محمد. لايك يا حبايبي للفيديو كده، واشتراك بالله عليكم، وصلوا كده على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ربنا يا رب يجعل ده كله وتعبنا ده كله في ميزان حسناتنا، اللهم امين. الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. شايفين الجمال والحلاوه؟ ايه رايكم؟ كوبايه رز نص كيلو من اللبن، اعملي شويه حلويات يفرحوا ولادك. بسم الله. انزل عليهم شويه نشا كده. بسم الله. عايزه تزينوهم زينيهم، مش عايزه، بس انا بحب النشا والزبيب عليهم كده. يديكي بقى كأنك بتاكلي حلويات المهلبيه بتاعت رمضان، وانا من عشاق المهلبيه يا بنات. تمام كده اهوت. رش بقى رشه كده جوز الهند كده الحلوه المبشوره بتاعتنا دي. وحطي بقى شويه زبيب، شويه مكسرات عندك المتاحه عندك حطيه، ما عندكيش عادي هتقدمي كده باي شكل وهيقول لا لا والله. والله ما هيقول، ده هيبقى زي الفل. اهم حاجه انت عاملاه بحب ورضا لاولادك اهوت. شايفين؟ اللهم صل على سيدنا محمد. بالله عليكم تصلوا على النبي، بالله عليكم تدعوا لي دعوه حلوه كده في الكومنتات. اللي بيحب النبي يصلي عليه ويدعي لي دعوه كده يوليه بالمثل يا رب ضعف مضاعف. قولوا لي كده ايه رايكم؟ اتفضلوا معانا، يا ريتكم معايا والله العظيم. بألف هنا وشفا يا رب، بألف هنا وشفا يا رب العالمين. وقولوا لي كده ايه رايكم؟ ما شاء الله. يلا بينا نكمل بقيه الفيديو بتاعنا النهارده، ونشوف كده اليوم بتاعنا مش ازاي. وده كان يوم بتاع النهارده بتفاصيله. تعالوا كده مع بعض نكمل فيديو هنا. تعالوا كده يا حبايبي علشان نعمل كفر البانيه. طبعا البانيه قعد حوالي بالظبط
ساعة إلا ربع. ده شكله. بس بصوا يا حبايبي، طبعا وانا بحط البهارات ما كنتش حطيت ملح، ضفت معلقة صغيرة ملح وضفت معلقة صغيرة من بهارات الفراخ. تمام كده عشان نبقى متفقين مع بعض. عندك بهارات فراخ حطي، ما عندكيش عادي. نعمل الكفر بيه يا منى. انا جايبه هنا البقسماط اللي هو الناعم دوت يا بنات. ما عندكيش بقسماط ناعم وما عندكيش كريسبي وما عندكيش اي حاجه تعملي بيها، هتروحي جايبه نص كوبايه من الدقيق. تمام يا حبايبي. وبتضيفي عليها معلقتين نشا، وبتضيفي كل البهارات اللي احنا ضفناها على التتبيله. تمام كده. يعني لو ما عندكيش البقسماط اللي هي الجاهزه دي، هتعملي زي ما انا قلت كده، كوبايه دقيق وبتضيفي عليها معلقتين نشا وبتضيفي نفس البهارات. تمام كده اللي حطها على البانيه. تمام. ويبقى معاكي الصينيه بقى واسعه زي كده علشان ما تبهدليش الدنيا. انزلي بكل الكميه اللي معاكي دي كده. بسم الله. وهنعمل الكفر بتاع البانيه علشان هنجليه، وهنعمل معاه شويه مكرونه سباكيتي كده. وده هيكون الغدا بتاع النهارده. غدا حلو كده وسهل وسريع وبسيط. يا رب يعجبكم. وطبعا بيحبوا الولاد موت الاكله دي، من عشاق الولاد يا بنات. تمام كده. نشيل بس الحاجه كده حوالينا وناخد بسم الله اول قطعه. وده شكل البقسماط اللي عندي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله اهوت. بسم الله الرحمن الرحيم. حاول الصف كده اي تتبيل عليه وننزل بيه اهوت. بتغطسيه كده. عايزه كفر كبير عليه، ممكن ترجعيه مره واتنين تاني في الخلطه عادي خالص علشان تعملي كفر. بس اهم حاجه وانتي بتحطي الكفر كده يا حبيبتي اضغطي عليه علشان يشيل اكبر كميه. عايزاه يعمل كفر اكتر من كده، بسم الله، ممكن ترجعي تحطيه تاني كده اهوت. تحطيه كده وترجعي تحطيه وترجعي برضو تعملي نفس الحركه. سهل جدا جدا جدا، مفيش ابسط من كده. احلى حاجه فيه ان هو ما بياخدش وقت يا بنات. اهو شايفين اهو. انا القطعه اللي معايا دي كبيره فهحاول اقطعها اتنين كده اهيت. ايوه كده شكلها حلو اهوت اهو. ودي كمان ما تستعجليش، اضغطي حلو علشان تعملي له كفر حلو. ده بيكون شكله اهو. بسم الله. نعمل كل التتبيله اللي معانا بالشكل ده. صفي كده ويحطيه وبتاخدي منه كده وبتعملي اهو مره واتنين وتلاته، واضغطي كده لحد ما تعملي له كل الكفر اللي انت عايزاه. سهل يا بنات. بصوا مفيش ابسط من كده اهو. شايفه. كمل الكميه ونرجع عشان الوقت الفيديو ما يكونش طويل عليكم. حبايبي عملت كل كميه البانيه اللي معايا شايفين اهو. بسم الله ما شاء الله اهو. ده كل الكميه، ومعايا برضو الكميه دي كمان. وهنا المكرونه سلقتها علشان الصلصه على النار. وهنشوف الفيديو بتاع النهارده، كملوا للاخر معانا وتعالوا بقى عشان نروح نجلي البانيه ونحط المكرونه في الصلصه، وكده يكون الفيديو بتاع النهارده خلص. تعالوا بس نجلي البانيه ونشوفه مع بعض في الاخر. يا حبايبي علشان نجلي البانيه، طاسه على النار فيها كميه زيت محترمه كده علشان تعرفي تجلي فيها. تمام كده يا حبايبي. الزيت بيكون مش سخن قوي ولا بارد قوي. وننزل ونقول بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مفيش اسهل من كده يا حبايبي. غدا سهل وبسيط كده وسريع. تمام كده اهوت اهو. مفيش اسهل من كده ولا ابسط من كده. نحمر بقى البانيه بتاعنا ونطلعه كده ايه على مناديل، والصلصه معانا على البوتاجاز شغاله برضو. وكده اليوم الفيديو بتاع النهارده يكون خلص كده يا حبايبي. بس هوريكم برضو البانيه قبل ما نقفل الفيديو مع بعض. يا رب كده يا حبايبي نكون خفاف على بعض كده ونكون بنستفاد حاجه بسيطه خالص من الفيديو. بحبكم في الله، نور عيني انتوا وهي. بشكر كل حبايبي وكل اللي بيدخلوا لي على الخاص وبيكلموني. ربنا يا رب يسعدكم ويهنيكم ويرضيكم ويرضينا، اللهم امين يا رب العالمين. تمام كده. تعالوا كده مع بعض. بسم الله نقلبه كده. شايفين. اللهم صل على سيدنا محمد. ولا كفر بفك منك ولا اي حاجه خالص. حاجه كده في منتهى الجمال. طبعا الفراخ ما بتاخدش نار. شايفين
بسم الله ما شاء الله. جلبيه كده علشان ما يتحرقش منك وياخد اللون الذهبي الحلو اللي هنشوفه كده ايه مع بعض. نشوف كده علشان نطلعه. شايفين بسم الله ما شاء الله. شايفين يا حبايبي؟ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ولا الكفر فك مننا ولا اي حاجه كده في منتهى الجمال اهو. شايفه؟ سامعين صوت الجرمشه الحلو ده اهوت. حاجه كده حلوه جدا جدا جدا. ننزل كمان كميه علشان اكمل انا الكميه جاليه طبعا، وعشان الفيديو كده يكون طويل كده وهبل، فخلينا كده ايه حلوين كده مع بعضين. تمام. هكمل كميه الجاليه وارجع لكم.